خلاص نقدر نبدا. مش هناقش حد ليه؟ امس ليله امس مساء امس احد زملائنا المحامين عنده مواطن محبوس كان المفروض يتعرض على النيابه النسائيه، دخل يسال النبطشيه المتهم بتاعي هيتعرض على النيابه النسائيه ولا هيتعرض على النيابه الصباحيه. امين الشرطه بيتكلم مع فتاه فاستمهل المحامي انتظر طال الوقت ساعة تقريبا، قال له يعني ما يصحش كده، انا محامي انا عايز اسال عن الموقف بتاعي. فنهروا وتبادلوا الالفاظ، وامين الشرطه ضرب المحامي. امناء الشرطه اصحابه وجبوا معاه، دخلوا معاه وجبوا وضربوا المحامي. ان ضابط النبطشي لقى امناء الشرطه بيضربوا محامي، دخل معاهم ضربوا المحامي لغايه سحلوه. المحامي اتصل بقياداته النقابيه، اتصل بالاستاذ ابو العلا مكي معانا هنا، هو امين عام نقابه شمال القاهره. جه الاستاذ ابو العلا يشوف ايه الحكايه، ومع عضو نقابه اخر الاستاذ ابو الوفا. اثنين من المحامين دخلوا الاسم، اتقفل الاسم، اتقفلت ابواب الاسم، وبقت حفله تعذيب على الخمس محامين بالعصر، بالاسلاك المجدوله الرضائيه، الصفر، حتى يعني المهانه تأبى ان انا اقول انهم نوموهم على بطنهم ووضعوا في ظهورهم العصر. ومفيش مبرر لهذا الفحش، للعنف الغير مبرر. حتى ان زميلنا محمد صالح لقى حاكم دار القاهره مساعد وزير الداخليه جه، فبيهرع اليه، مش بالهم منه لابس قميص ابيض، فبيقول له يا سياده اللواء ارحم المحامين. فاستدرك المحامي فدفعه دفعا الى حلبة التعذيب وقال لهم خدوا ده كمان. ده اللي حصل في اسم الفلوس بلا رتوش. 6 محامين. الغريب قيادات نقابيه جايه تحل المشكله تنضرب. انا افهم ان دي رساله من الشرطه للشعب المصري ان احنا فوق الرئاسه، احنا فوق الثوره، احنا ما حدش يقدر ينال منا، احنا رجعنا وهنسترد هيبتنا، ودي رساله. طيب وحالتهم دلوقتي ايه المصابين؟ في 2 حالتهم حرجه في مستشفى عين شمس التخصص. يعني المسألة إما إن الشرطة بتنفذ تعليمات رئيس الجمهورية، وإما إن الشرطة تريد إحراج رئيس الجمهورية. مفيش حاجة ثالثة، لأنه اللي حصل ده غير مبرر، إلا إنه محاولة لاستعادة هيبة الشرطة. إحنا بنقول للشرطة، بنقول لمحمد إبراهيم وزير الداخلية ليس هكذا تستعاد الهيبة. بمثل هذا صار الشعب، ولمثل هذا خلع الشعب حسني مبارك وحاكم حبيب العالم. طيب المطالب دلوقتي احنا مطالبنا الاعتصام المفتوح، إقالة وزير الداخلية، وقف ضباط وأمناء الشرطة المتورطين في الجريمة عن العمل، إحالتهم للتحقيق، إحالتهم إلى محاكمة عاجلة. أنا منذ قليل اتصل بي مصدر في رئاسة الجمهورية، مستشار أوفده السيد الرئيس، وقال إنه سيصدر بعد قليل قرار بوقف الضباط وأمناء الشرطة عن العمل. ده ما جرى، وده ما ننتظر أن يحدث. طيب ما تنفذتش حضرتك المطالب ديت، تمام، في مجال للتصعيد وهيبقى شكله ايه؟ والله المفروض انه لكل حادث حديث، تمام، والمفروض اننا نستعين ولا ينبغي ان ننفصل عن قيادتنا النقابيه، عن نقيب المحامين وعن مجلس نقابه. ينبغي ان يكونوا في الصوره دائما، وعليهم ان يتخذوا الاجراءات، وعلينا نحن
نحن عموم المحامين أن نذعن بهذا، واحنا موجودين على الارض. في بيان النهارده صدر منهم تمام الساعه 5. في بيان النهارده صدر من النقيب سامي عاشور الساعه 5. تمام، ايه تقييم حضرتك ليه؟ يعني انا كنت اتمنى ان الاستاذ سامي عاشور يكون هنا وسطينا، ليس من باب التزيد ولا التزيد، لكن انا اظن انه قائد يبقى وسط الجنود. تمام، وده يحمي. احنا دلوقتي معرضين انه بيندس بين من يندس، وبيقولوا بيحضروا لنا بقنابل مسيله للدموع، وهيعملوا السيناريو اللي بيعملوه في كل مره. الساعه 3 يطلعوا عشان يفضوا ده تجمع، يضربونا، يضربوا قنابل مسيله للدموع، يزقوا علينا بلطجيه. ده اللي يحصل. المفروض يكون في تواصل اكثر، يكون في قدره على الضغط اكثر عشان نحقق هذا. لكن احنا مش هنمشي من هنا، ولو اتسحلنا ولو انضربنا الا ان نحقق هذه الاهداف، لانه ليس بعد ما جرى فسحه ولا مساحه اللهم الا هدر كرامه المحامين ومهنه المحاماه. شكرا جدا.